اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء، ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتيه مقاس 25. هقول لكم ازاي نقدر نحدد الصاج اللي هنشتغل فيه. نعمل كميه قد ايه يعني. هنسمي كده ونبدا. معانا 3 بيضات من التلاجة، عليهم كوبايه من السكر اللي هي 100 جرام، وعليهم معلقه من المحسن، معلقه كبيره، وعليهم رشه فانيليا. بضربهم كويس لغايه مقاومهم بيبقى كريمي. طبعا اول حاجه انا لما باجي اشتغل في تورتايه، طبعا انتوا عارفين انا بشتغل في الصاج، لان الصاج بيطلع يعني بيبقى بحس ان هو اوفر من الصواني يعني، وما بياخدش وقت على ما تبرد وكده. طبعا بضرب الكميه بتاعتي دي لغايه ما قوامه يبقى كريمي زي ما انتوا شايفين، عامل زي الكريم شانتيه. وابتدي انزل بكوبايه من الميه المتلجه، بس بنزل بيهم بمراحل كده لغايه ما تخلص الميه كلها. بكون محضره الدقيق بتاعي. بحط 10 جرام من البيكنج باودر، عليهم معلقتين كبار من النشا، بمقدار يعني من 50 ل 100، يعني ما تزوديش عن كده. 100 جرام من النشا، وبقيه الجرامات بنحطها دقيق. بكمل بقى الدقيق لغايه ما يبقى عندي 270 او 280 جرام على الميزان بالبيكنج باودر والنشا. وبعد كده بخلهم طبعا كويس، وببتدي اهدي العجان خالص، وبشغل الفرن بتاعتي على درجة حرارة 200 في المرحلة دي. وبهدي العجان خالص على اول درجة، السرعة الاولى يعني. وببتدي انزل بالدقيق معلقة معلقة لغاية ما الكمية كلها تخلص. وبعد كده بجهز الصاج بتاعي اللي هو هو الصاج بتاعي بيبقى 32 في 42، مش 30 في 40 يعني. بحط ورق خبز، وببتدي اوقف العجان بتاعي، وابتدي طبعا انزل اللي في الشبكه ده، واضرب كده ضربتين بالسباتula بتاعتي عشان لو في بواقي من الدقيق كده ما اتنخلش، او تحت في القاع كده. بديله ضربه كده كويسه، وبجيب اللي من تحت ده خالص علشان ما يضايقنيش في الخبز، ويبقى فيه بيعمل فراغات في الكيك لما مش بيتقلب كويس. وبعد كده بنزل في الصاج بتاعي وبفرده وبدخله الفرن. انا الصاج ده انا هعمل بيه التورتايه بتاعتي. طيب هقطع ازاي؟ هجيب بورد بقى مثلا. لو انا هعمل التورتايه بتاعتي دي مقاس 25، فانا هجيب بورد مقاس 22، يعني هقطع على 22، مش هقطع على 25. الكيك يعني بقطع اقل درجه درجتين 3، ما بقللش عن كده، لان بقيه الدرجات دي يعني مع الكريمه والتجليس هتبتدي تديني ال25. طبعا لما باجي اشتغل بقى على بورد، بشتغل على بورد اكبر. يعني لو انا هعمل تورتايه مقاس 25، هشتغل على بورد مثلا 30، علشان برضو وانا بجلس تبقى براحتي، وانا بشيلها تبقى الدنيا تمام. انا هدخل كده ده الفرن عندي على درجه حراره 200، بشغل من فوق ومن تحت. انا الفرن بتاعتي كهرباء. وهبتدي اعمل كريمه. في الكريمه بقى يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه. انا دلوقتي طبعا احنا في الصيف، والكريمه طبعا بتسيح بسرعه يعني بتضايقني. لو التورتايه دي مثلا هتاخد كوبايه من الكريمه، هضرب الكوبايه دي على مرتين. يعني هحط كوبايه من الميه على نص كوبايه من الكريمه، مثلا على نص كوبايه من السكر. يعني لو 100 جرام احط 50 على معلقه من البستري. يبقى هضرب الاول السكر والميه والبستري مع بعض الاول، وبعد كده انزل معاهم بالكريمه. فالكريمه مش هضربها مره واحده، علشان يعني ابتدي اشتغل براحتي، والدنيا ما تسيحش مني، والكريمه تسيح كده وتضايقني. البورد اللي معايا دي مقاس 22، فانا قطعت كده الكيك. وهبتدي اخد اللي هو الزياده اللي هو يعني انا عملت طبقتين، وهيفضل لي من الحروف كده. هحاول اكمل الطبقه الثالثه. تمام. يبقى كده انا ما استغلتش، يعني ما عملتش صاجين، يعني كده عملت صاج واحد، وبرده استغلت كل الكيك اللي موجود في الصاج. وطلع لي الثلاث طبقات بتوعي، 3 طبقات كبار. وهبتدي زي ما انتم شايفين كده، لو في مثلا اي حاجه في الكيك كده مش مظبوطه، هبتدي ازود بحيث ان هي تديني نفس القطر بتاع ال- البورد اللي انا قطعت عليه مقاس 20. الكريمه بتاعتي كده اتخفقت تمام. هبتدي اسقي طبعا، وهحط طبقه من الكريمه. وطبعا لو عايزين تحطوا جلوهات، عايزين تحطوا اي حشوات مكسرات، على حسب اتفاقك مع العميل. يعني لو مثلا اكيد طبعا مش هتحطي حاجه من نفسك إلا لما هو يقولك يعني. وطبعا لو في مكسرات او حاجه ممكن تزودي في السعر شويه، لان طبعا المكسرات غاليه. ف طبعا التورت دي مش عروض بقى، يعني احنا هنحاسب التورته عادي. انا التورتايه دي
مطلعها على 200 جنيه، مقاس 25، فطبعا سعرها حلو جدا. وعجبتها جدا ما شاء الله. وطبعا يعني اديكم شايفين الحاجه غاليه، ويا دوبك هي مكسبها يعني فيها 50 جنيه، ما فيهاش اكتر من كده. بحط برضو الطبقه التانية. طبعا انا زي ما قلت لكم كده. وكمان لما بنيجي نعمل الكريمه بنضربها على كميه اقل، يعني لما بعمل نص الكميه بتديني، بحس ان هي عارفه بتتضرب براحتها، بتدي كميه حلوه، غير لما بعمل الكميه على بعضها اللي هي الكوبايه. بالذات في الصيف يا جماعه خلوا بالكم من الموضوع ده، لان انت مجرد ما انت بتخلصي كده الحشوات دي بتلاقي بقيه الكريمه عندك ساحت، فكت كده. فطبعا هتضطري تضربي كميه تاني وتضربي كله مع بعضه علشان تجمديها شويه، فده بيهدر معاكي في الكريمه. فمعلش اعملي بس كده يعني اعملي كوبايه وارجعي اضربي كوبايه تاني. هو تقريبا الكوبايه هتجلس لك، يعني هتجلس لك الشغل، وهتضربها لك وهتجلسها من بره وتعمل لك حشوات. لكن لو في فينش اخير ولا حاجه، لو فيها كريمه ممكن تبقي تضربي على قدها، يعني تشوفي انت كده فاضل لك ايه بالظبط. لو ربع كوبايه على فكره عادي، اضربي الكميه اللي انت عايزاها، ما فيش مشكله. طبعا انا كده زي ما انتم شايفين حطيت الطبقه الاخيره، وابتديت اعمل بالسكرابر كده، اشوف لو في اماكن ما فيهاش كيك بحاول اظبطها قبل ما اعملها بالسكرابر المشرشر. طبعا لو في ميلان ولا حاجه بحاول اظبطه من دلوقتي علشان ما يضايقنيش برضو في التجليس. بصوا الكريمه جميله ومتماسكه ويعني جميله جدا في الفرد وناعمه. هبتدي طبعا كده بالسكرابر بشيل اي زيادات، وبرضو برجع اخد من الحروف اللي من بره لجوه كده علشان تظبط معايا. طبعا التجليس ده احنا عملناه مع بعض كذا مره. طبعا انا كده مش هضرب كريمه تاني، لان هي اصلا التورتايه من بره مش عليها روزيتات ولا عليها اي حاجه. انا كده يعتبر الكريمه اللي عندي خلصت، يعني اللي انا ضربتها كوبايه، اللي هي النص كوبايه بقى، مش كوبايه، كوبايه ميه على 50 جرام من السكر ومعلقه من الباستري، وعليهم نص كوبايه من الكريمه. بصوا انا جبت اللي هو البسكوت اللوتس ده بسكوتين، وابتديت احطهم في ورقه كده وظهرت سكينه، وابتديت اضربهم كده. انا كنت ممكن اضربهم في الكبه، بس بصراحه الكبه انا بستعملها للتوابل وبستعملها لحاجات كتير جدا، ويعني مش حابه ان هي تبقى يعني كارفه اي ريحه كده. فزي ما انتم شايفين كده بسكوتين، وعملتهم بالورقه كده وبظهر السكينه، وفرموا معايا طلعوا كويسين. جبت بقى معلقتين من اللوتس، وحطيت عليهم معلقتين من الزيت، وابتديت يعني ادوبهم كده في الزيت، وفكوا معايا وبقوا كويسين. عملت بقى دربات كده من مربى اللوتس، وطبعا ظبطت الحروف كده علشان تبقى مظبوطه. والباقي حطيته زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده اللي كان فاضل في الكيس، ما حبيتش اسيبه يعني، علشان لما بتقعد بتعمل زي كلكعه كده، فالاحسن ان احنا ما نخليش بواقي في الكيس عشان ما تضايقنيش يعني. وبقيت اللي في العلبه ابتديت احط على الوش كده وافرد بظهر المعلقه. بس طبعا لازم احط كميه كبيره علشان المعلقه ما تاخدش من الكريمه اللي تحت لو الكميه قليله، يعني بحاول يعني اكتر كده الكميه شويه وافرد براحتي. طبعا لو في اي، بصوا في حتت زي ما اكون مكلكعه كده ما دابتش كويس اللي هي من تحت خالص، باخد بالي طبعا علشان هتبقى التورتايه ما تبقى شكلها مش حلو. بصوا انا ظبطتها كده خلاص تمام. حطيت بقى بسكوته من اللوتس كده في النص، وسندت عليها بسكوته كمان، وابتديت احط حوالين البسكوته دي البسكوت اللي هو انا فرمته ده. بصوا زي ما انتم شايفين بحاول يعني اخليها دايره، تبقى تديني شكل دايره في الاخر. والتورتايه سهله وبسيطه جدا وعجبت صاحبتها جدا. وزي ما قلت لكم انا طلعتها على 200 جنيه. يا رب الفيديو بتاعكم استفدتوا منه. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه ودعمكم ليا، وتقولوا لي ان كنت اكمل ولا لا. يعني حاسه ان الموضوع بقى صعب عليا جدا في موضوع تفعيل القناه، بس ربنا معايا يا رب، وادعوا لي. شكرا.